هلو جيرلز، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع شائك الا وهي فورمة الجيار. ازاي تعملي فورمة الجيار في كام خطوة؟ ايه هي فورمة الجيار؟ هي عضلات على دهون، بس مش اي عضلات على دهون. انتي هتعملي ديرتي بالك، انتي هتروحي الجيم تعملي ديرتي بالك. انتي كم مرة رحتي الجيم وقلتي انا رايحة عشان اعمل فيمينين بودي، جسم كده انثوي، ابرز الجلوتس، اصغر الوسط، ورحتي بعد كده اتفاجئتي ان كتافك عرضت، وان رجلك بقى حجمها اكبر، وان مقاس بنطلونك زاد، وانتي مش عارفه السبب. انا بقى جاي عشان اقولك ايه هو السبب. تمرين الحديد سلاح ذو حدين. يعني ايه؟ يعني يا اما هيودي جسمك في حته انثويه بحته ويخلي قوتك اكبر، جسمك بقى اقوى وجسمه بقى مور فيمينين، انثوي اكتر، يا اما هيفشخ لك الواقع. هيعمل ايه بقى؟ هيعرض لك كتفك ويعرض لك وسطك ويكبر لك حجم رجلك. ده حصل، ده حصل معايا انا قبلكم. ايه الفرق ما بين التمرين اللي يوديني في ناحية الفيمينين بودي والتمرين اللي يبوظ لي شكل جسمي او اللي يبوظ لي رسمة جسمي او اللي ما يدينيش اصلا النتيجة اللي انا عايزاها؟ تعالي اقولك، خلونا نتفق على حاجتين. اول حاجة، ودي انا اتفقت معاكم عليها في كل الفيديوهات اللي فاتت، الا وهي ان اي تمرين حديد هدفه، او اي تمرين ريزيستنس مقاومة عموما، هدفه بناء عضلي، هدفه ان العضلة تكبر. اتفقنا؟ مفيش تمرين حديد بيصغر عضلة، مفيش تمرين تعمليه عشان يصغر لك دراعك، مفيش تمرين تعمليه عشان يصغر لك رجلك، مفيش تمرين تعمليه عشان يصغر لك بطنك. مش هسمعها كده، مش هسمعها كده، نقطة. دي قلعة، دي لوجيك. مفيش حاجة اسمها كده. أي تمرين حديد هدفه بناء عضلات، يعني حجم عضلي. تاني نقطة، انت كبنوتة محتاجة نفس العضلات بتاعت الراجل تكبر. يعني أنا بنوتة وده راجل، هل أنا الراجل ده عايز عضلات معينة تكبر وأنا عايزة عضلات معينة تكبر، هل إحنا الاتنين هنتفق على العضلات دي؟ يعني هو مثلا هيبقى عايز يعمل بقى بالكي شيست بقى وبتاع وفورمة الساحل والعضلات والشيست والباك والظهر المتقسم والزاوية مش عارفة ايه ودراع وباي وتراي، صح؟ هو دي فورماته، دي فورماته، هي دي العضلات اللي هو عايزها تكبر وعايزها تبان. هل انا عايزة كده؟ هي دي نقطة انت لازم تفهميها كويس قوي. عمرك ما هتكوني عايزة نفس العضلات اللي الراجل هيكون عايزها. عشان كده ده يودينا لحتة اني تمرين البنات غير تمرين الرجالة. مش معنى كده ان مبادئ التمرين مختلفة او اساليب البناء العضلي مختلفة او اي حاجة مختلفة. لا، مفيش حاجة مختلفة ما عدا الاكسرسايز سيلكشن بتاعك. كل حاجة هي ما عدا تفضيلاتك انتي كبنت في الجيم. وخلي بالك ان تفضيلاتك انتي كبنت في الجيم والاكسرسايز سيلكشن بتاعك هي اصلا اوريدي بتفرق ما بين بنت البنت، مش بس ما بين بنت الراجل. انا ممكن انا اللي انا عايزاه في جسمي او الشكل اللي عايزه اوصل له في جسمي غير انتي. انا مثلا مش عايزه اعمل جلوتس، انا بتضايق من شكل الجلوتس في الهدوم وبتضايقني. انا مش عايزه يطلع لي باي، مش عايزه يطلع لي كتاف، مش عايزه كتفي يكبر، مش عايزه. في بنوته تانية عايزه تعمل فورمه واضحه، عايزه جلوتس، عايزه وسط، مش عارفه. صح ولا مش صح؟ فمفيش اتنين ينفع يتمرنوا بنفس الطريقه. فما ينفعش اقول ان تمرين البنت هو تمرين الراجل. النقطه دي تحديدا هي اللي بتخلي البنات لما تروح الجيم جسمها يبوظ. ليه؟ لانها بتتمرن زيها زي الراجل. تروح تعمل يوم شيست، يوم ظهر، يوم كتف، يوم تراي، يوم شرق. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني طالعه بطوله بيج رامي، انتي طالعه على المسرح بكره، هتيجي واحده تقول لي لا، لا حضرتك، لا، في دلوقتي العوامل الجينيه، وان البنات بطبيعتها عمرها ما هتبني عضلات زي الرجاله. فانا اتمرن براحتي زي الراجل. ايه المشكله ما اتمرن باي وتراي وكتف وترابيس؟ كده كده مش هيطلع لي عضلات زي الراجل. انا تعبت طبعا من الرد على الجمله دي، بس خليني اقول لك حاجه حبيبه قلبي. هيطلع لك عضلات عادي جدا، هيطلع لك عضلات عادي جدا كبيره مقارنه بجسمك. ما تقارنيش جسمك بجسم
راجل، هو هيطلع له عضلات كبيرة مقارنة بجسمه وهرموناته، وانت هيطلع لك عضلات كبيرة مقارنة بجسمك وبهرموناتك. يعني لو انا وواحد، انا واستاذ زعبلة، استاذ زعبلة ده راح اتمرن باي كيرل باوزان وبشدة وبتاع وايه، وعمل عضلة، العضلة كبيرة مقارنة بان هو راجل. انا رحت اتمرنت تمارين باي وبتاع وشدة واوزان، عملت عضلة، بس العضلة صغيرة بالنسبة للراجل. احنا الاتنين عملنا كتلة عضلية في دراع قشطة، هو العضلة بتاعته اكبر من العضلة بتاعتي، العضلة بتاعتي انا صغيرة بالنسبة للعضلة بتاعته، بس ده ما يمنعش ان العضلة بتاعتي انا باينة في دراعي انا، عشان انا بنت، عشان دي طبيعة جسمي. العضلات هتبقى حجمها صغير مقارنة بالرجالة، بس مقارنة بجسمك انتي هتبقى كبيرة. فأنا ليه بقول الكلام ده؟ مش عشان أخوفك من تمرين الحديد، والله العظيم أنا بتمرن حديد وبمرن المشتركين بتوعي حديد، وكل التحولات دي اتعملت بتمارين الحديد، بس عايزاكي تنتبهي للاكسرسايز سيلكشن. ما تروحيش تتمرني مع مدرب راجل ما بيميزوش، حرفيا ما بيميزوش جسم راجل من جسم بنت، او ان انتي تروحي تتمرني مع بنوته مش فاهمه الحته دي وتروحي تتمرني زيك زي بجدول راجل. يعني بنات لما بيبعتوا لي جداولهم راجل، انا ليه اتمرن ترابيس؟ انت ليه تتمرني ترابيس؟ انت مجنونه؟ طب ما انت بتعملي السيتد رو او اي تمرين رو، ترابيسك شغاله كده كده شغاله، ليه اروح بقى اتمرن لها تمرين لوحدها؟ هكبر الترابيس، يانا الترابيس ليه انا اروح اتمرن كتف؟ ليه؟ ايه مستنياه لما اتمرن كتف؟ ايه بجد؟ ومع ذلك في بنات بتكون محتاجه ده، في بنات جسم التفاحه بتبقى من فوق كنزه ومن تحت عريضه، فبنبقى محتاجين نشتغل على اننا نبرز عضلات الابر بادي، او اننا نظبط الشكل عشان يبقى في تناسق ما بين فوق وتحت، فبنشتغل كتف وبنشتغل عادي. لكن مثلا جسم زي جسم مثلث مقلوب، هينفع تشتغل كتف وترابيس؟ هينفع؟ جسمها هيبوظ، جسمها هيبوظ حرفيا. فاختيارك للتمرين، لاني انتي جسمك هيبني عضلات، ما تروحيش الجيم تتمرني وتبقي متخيلة ان جسمك مش هيبني عضلات عشان انتي بنوتة، مفيش حاجة اسمها كده، جسمك هيبني عضلات. فاتمرن واختار تماريني بناء على ده، الاماكن اللي هشتغلها بشده او بفوليوم عاليين وبفريكوينسي عالي، واركز في الاوفرلاب بتاعها. الاماكن اللي هركز عليها في الحاجات دي كلها هتكبر، زي تمرين الجلوتس. ليه انا ممكن اشغل بنوته 3 مرات جلوتس في الاسبوع؟ ليه؟ عشان ده مكان عايزينه يكبر. طب لو هي مثلث مقلوبه شغلها كتف 3 مرات في الاسبوع؟ مستحيل، مستحيل. ليه؟ عشان هيكبر اكتر، كتفها هيكبر اكتر، فبقى انا بنيل لها الدنيا اكتر. هي دي الحته انا بتكلم فيها، الاكسرسايز سيلكشن. تاني حاجه، احنا اتفقنا ان تمرين الحديد بيعمل ايه؟ بيكبر العضلات، هو هدفه ان عضلاتنا تكبر، كسر الياف هنبني الياف حجمها اكبر. الموضوع اعمق من كده، بس خلينا في السطح منه. هل لو انا مش عامله دايت هبني كتله عضليه؟ طب هل لو انا مش عامله دايت هخس دهون؟ لا. فلو انت رايحه الجيم معتمده على تمرين الحديد انه يظبط لك شكل جسمك وانت مش عامله دايت، فانت لازم تعرفي انك بتبوظي شكل جسمك. انت حرفيا بتعملي حاجه اسمها ديرتي بالك، اللي الرجاله كانوا بيعملوها زمان من حوالي 10 15 سنه، اللي هو بيروح الجيم ويروح يضرب اي اكل في اي حاجه ومش حاسب اي حاجه، فيلاقي جسمه ليس، عمل كرش على عمل عضلات كتف وعضلات دراع على كرش. ليه؟ بنى عضلات عشان بيتمرن حديد وحط فوقها دهون. ليه؟ عشان مش حاسب سعراته، مش عامل دايت محسوب لهدف. فما تعمليش كده، ما تروحيش الجيم تتمرني حديد وانتي مش عامله دايت، اوعي تعملي كده. الحته دي اغلبكم ما بياخدش باله منها، اوعي تعملي كده. رحت الجيم وانس قررتي انك تتمرني حديد وتشيلي اوزان، لازم تبقي عارفه انت بتاكلي ايه كويس قوي، عشان جسمك ما يربيش دهون مع العضلات. ايه اللي هيحصل لما اعمل دايت واتمرن حديد؟ جسمك هيبني عضلات بس هيكون بيخسر دهون. لو الدايت بتاعك مظبوط طبعا جسمك هيبني عضلات وهيكون بيخسر دهون، فالجسم يترسم ويتظبط اكتر. لكن هتروحي تتمرني حديد وانتي مش عامله لي دايت،
بتربي عضلات وبتربي دهون، فجسمك هيكبر، حجمه هيكبر، هيتضخم، هتتضايقي. بس كده، دي نقط مهمة كنت عايزة اشرحها لكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو ما تعرفنيش، انا كنت اودي، مدرب معتمد من ناس من اساسي وخاصية تغذية رياضيين، وخبرة في مجال التدريب من 2013، يعني حوالي 13 سنة تقريبا. بس كده، باي.